السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين قناتي قناة نانا هوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر. بحبكم كتير في الله، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. والكركديه من مشروبات رمضان الأساسية. هنعمله النهاردة بأبسط الطرق وأسهل الطرق، وكمان برغوة وفوم بنكي كده جميل. ان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا انا كنت ما بسجلش يعني ولا بصور فيديوهات عشان حالة الوفاة اللي كانت عندي اختي الله يرحمها، اثرت فينا جامد ولغاية دلوقتي طبعا. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. بس وانا بحضر تحضيرات رمضان وبعمل العصير قلت لازم اصوره لكم وواحدة واحدة مع بعض كده. عندنا الكركديه اهو حوالي ربع كيلو 250 جرام، بس انا مش هستخدمهم كلهم وهنقيه الاول وهشيل منهم جزء كده. تمام كده لغاية ما يبقى معانا حوالي 200 جرام، وهننضفه من الشوائب اللي هي فيه. والكركديه ده اسواني، لان الاسواني ما شاء الله ما شاء الله بيبقى تقيل وغامق وبيديكي كمية عصير كبيرة. شطفته وغسلته كده في مية سريع وشطفته وصفيته في المصفى. ودلوقتي هنعمل ايه؟ هنحطه في الكبة خطوة كده اختيارية. يعني انا اللي عملته السنة اللي فاتت ما حطيتوش في الكبة، لكن يعني الخطوة دي عايزين تعملوها مش عايزين تعملوها لا. هي ميزتها في ايه؟ ان السكر بيدخل في كل كركديه. تمام كده. وهنعملها على اجزاء وهنحط السكر على اجزاء. معانا كوبايتين سكر، كل كوباية حوالي 250 جرام. تمام كده. وهنستخدم سكر تاني بعد كده. خلينا مع بعض واحدة واحدة كده. اهو حطينا جزء برضو من السكر. هنعمل حبة حبة علشان تطلع معانا بالطريقة الحلوة دي. مش هنخليه بودرة لان هو مرطب شوية في مية من الشطفة او الغسلة عشان التراب او اي حاجة. خلاص كده عملنا الكمية كلها اهو. بصوا بقى بالمنظر ده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحطه على البوتاجاز على النار، نار متوسطة، وهنضيف له كوبايتين مية، كل كوباية 250 جرام. الكوباية التانية. وهنقلبه كده وهنسيبه يغلي وياخد ويدي مع بعضه كده لغاية ما يتكرمل. تمام كده، او يتكثف كده او يتسبك. وهنحط طرف معلقة صغيرة ملح ليمون. ده سر من الاسرار بتاعة الكركديه اللي بتخليه مركز ومظبوط وبتدي له مادة حافظة. عشان لو عملتي كمية كده. تمام كده. خلاص كده تقريبا كده اتظبط اهو. الخط ما بيجيش على بعضه. تمام كده. هنسيبه بقى، هنطفي عليه البوتاجاز وهنسيبه يبرد خالص. وهنحضر 4 لتر مية، 4 ازايز مية. دلوقتي برد معانا اهو، وشايفينه متكرمل ازاي ما شاء الله. طبعا انا جالي برد يعني وصوتي باين عليه شوية، والكحة بقى هي اللي مطولة يعني. الحمد لله. هنضيف ازازة ازازة ونقلب. كل ما نضيف ازازة نقلب. دلوقتي اضفنا الكمية كلها وقلبناها، وهنبتدي بقى نصفيه في مصفى كده ضيقة. شايفين ما شاء الله لونه جميل ازاي وتقيل وطبعا ده هيتشرب على طول. نبقى مجهزينه ومحضرينه كده في التلاجة ويتشرب على طول. كده احنا خلصنا تقريبا الكمية كلها، بس فاضل حبة كده في الحلة هنصفيهم بعد كده. خلاص كده بقى جميل وجاهز معانا. هنبتدي ندوقه بقى. لو احتاج بقى في الوقت ده سكر هنضيف، وهيحتاج سكر
وهنضيف. يبقى كده هنضيف كوباية كمان 250 جرام، يبقى 3 كوبايات، كل كوباية 250 جرام. هو الكركديه بياخد سكر كتير. وهنبتدي ندوب السكر اللي حطيناه خالص، وندوق بقى نشوف الطعم هنلاقيه مظبوط تمام كده. هنجيب بقى القمع، وهنجيب ازازة، والقمع برضو فيه مصفى صغيرة من جوه كده، بس نخلي القمع متهوي عن الازازة عشان ايه ما يفرش كده. خلاص ملينا اول ازازة، هنبتدي نشيل القمع نحطه بقى في ازازة فاضية تانية، هنبتدي نعبي واحدة واحدة كده. احلى كركديه احسن كركديه تعمليه ويبقى جاهز للشرب على طول. تمام كده. نكمل بقى تصفية الجزء اللي احنا سبناه في الحلة. والمية طبعا الازايز المية بتكون باردة لان احنا بردنا الكركديه خالص. تمام، صفيناها خالص كده. وممكن الكمية اللي في الحلة دي تضاف لها برضو شوية مية، هتدينا برضو كركديه يعني نص ازازة حوالي نص ازازة او ازازة تانية. هندوق بقى الجزء الاخراني ده، السكر بتاعه مظبوط الحمد لله. عايزة تضيفي سكر هتضيفي. احنا ممكن هنضيف معلقة مع ايه ده الجزء ده هنحطه في ايه في الخلاط. هنعمله بقى برغوة وفوم كده جميل بنكي، يعني زغلل العين ويخليكي تشربيه على طول. ده بيتعمل وقت التقديم، يعني تاخدي من الازازة وتحطي في الخلاط ويطلع بالشكل الجميل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.